تعالوا هنعمل مع بعض كيكة الخلاط وبنكهة البرتقال. هنا قبل ما نبدأ بقى ونقول بسم الله، ما ننساش نعمل اشتراك ولايك وشير يا جماعة، وبشكر كل اللي بيدعمني بتعليق وشير للفيديو. هنا معايا نص كوباية سمنة على زيت، هنا كوباية ونص سكر، عليهم كوباية ونص لبن، ونضرب كل دول في الخلاط. كوباية ونص سكر، كوباية ونص لبن، نص كوباية سمنة على زيت، ونضرب كل ده كده في الخلاط. انا بعمل الكيكة دي كلها في الخلاط يا جماعة، يعني ولا هتحتاجي بقى عجان ولا هتحتاجي مضرب ولا اي حاجة. هنا بعد ما تخلطوا جامد قوي نحط عليهم 3 بيضات وكيس فانيليا بالبرتقال. ده كيس كده بنكهة البرتقال بيخلي طعم الكيكة حلو قوي وريحتها. معلقة خل ونص ليمونة هنا عشان تفضل معاكي طرية، لو هتحفظيها بره لمدة اسبوع نص ليمونة دي حلوة قوي ليها. ده سر بقى الافران بتاع الافران، الكيكه بتاع الافران اللي بره بتقعد معاهم بالاسبوع. هنا تطحني كله بقى كده خالص، اضربيهم كلهم جامد قوي في الخلاط كده او في الكبه. ما ننساش بقى نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وما ننساش نعمل اشتراك يا جماعه لان دعمكم بيهمني برضو. هنا معايا كوبايتين ونص دقيق نخلاهم، هنحطهم الاول وبعد كده نشوف نضرب بقى. لو عايزه تاني هنكمل. هنا عليهم كيس كيك شيف، نحط كله على بعضه كده. الحاجات دي كلها انا نخلاها، بس انا بحب احط البيكنج باودر على الدقيق على طول وانا بحطه في الكبه. اخلطي كده حلو قوي، احتاج الدقيق تاني بتزودي. انا هنا كوبايتين ونص دول احتجت عليهم نص كوبايه دقيق تاني، يعني كده المقدار ده اخد معايا 3 كوبايات دقيق. طبعا نخلاهم كويس قوي. هنا اهو ضربتهم لقيتهم خفيف، لسه العجين خفيف معايا، الخليط خفيف. هنا جبت معايا نص كوبايه دقيق تاني كده بنخلهم بقى دولت، عشان ما كناش منخولين ساعتها، التانيين منخولين لكن دول كان لسه. هنا نحطهم بقى كده واضربي بقى كده الخليط كده هيبقى معاكي كويس قوي. وانتي بتشوفي سمكه طبعا، وانتي ليكي نظريه في الخليط، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، عايزينه وسط. هنا طبعا نص كوبايه التانية هنكملها اهي نحطها. خلاص كده اخد معاكي 3 كوبايات دقيق. تمام كده. وهتطلع معاكي طبعا طريه وحلوه قوي وهشه وطالعه عاليه معاكي. لو عملتي ومشيتي بالخطوات دي هتطلع معاكي عاليه، وطعمها حلو قوي. هنا انا جايبه صينيه، طبعا اصغر صينيه في الطقم المدور، دي حوالي مقاس 24. حطي الخليط فيها وانا مسخنه الفرن على درجه حراره 160 او 180 على حسب فرنك. بتحطي بقى الصينيه دي في النص على الرف الوسطاني، وهتشوفي شكلها دلوقتي بعد ما حطيتها بعدها بربع ساعه. بسم الله ما شاء الله بتتنفخ على طول في الفرن. بصوا كده هتلاقي شكلها، بصي شايفين بسم الله ما شاء الله ارتفعت معايا خالص اهي ولسه بتكمل سواها. الطريقة دي حلوة على فكرة، واللي هيعملها هتعجبه ان شاء الله. ودعواتكم بقى ليا وبألف هنا وشفا. كده بعد ما طلعت معايا اهي بسم الله ما شاء الله عليها، كانت طالعة جميلة جدا وهشة وطرية خالص. وشايفين يعني هتشوفوا القطعة معايا دلوقتي عالية ازاي، وبسم الله ما شاء الله كانت جميلة قوي. كده هنقطعها بقى معانا اهو، وشوفوا بقى القطعه طالعه ازاي. بسم الله ما شاء الله. انا على فكره قطعتها وهي سخنه بس عشان التصوير، لكن انتي ممكن تسيبيها تبرد خالص براحتها عشان تعرفي تقطعيها، ولو كمان بردت معاكي هتتقطع حلوه قوي. ولا ريحتها بقى، كانت ريحتها طالعه جميله جدا. شايفين شكلها وشايفين ارتفاعها، يعني بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليها. كانت طالعه هشه ومرتفعه وجميله قوي وطعمها حلو، وطالعه زي القطنيه كده من جوه. اللي هيعمل الطريقه دي كده هتعجبه ويدعيلي. وبصراحة طريقتها حلوة قوي الطريقة دي، وسهلة جدا، كله في الخلاط واضربيه. يعني انا بسهل عليكي اهو، كلنا في البيوت عندنا خلاط مش مهم كبة. شايفين شكلها طالعة هشة وزي ما تكون اسفنجية، والله طالعة جميلة جدا.